تخيل معايا طفل فقير عايش في واحد الدور كاين في النواحي ديال الصويره، صحابو كاملين كانوا كيقولوا عليه بانه ما غاديش يكون عنده شي مستقبل، غادي يبقى راعي الاغنام مدى الحياه. اليوم هذا الطفل هذا ولا من اغنى الرجال في المغرب، بنى امبراطوريه صناعيه وقلب الموازين الاقتصاديه والسياسيه. وكالعاده هذه ماشي قصه خياليه ولا شي قصه من افلام هوليوود، هذه قصه حقيقيه واقعيه ديال واحد السيد مغربي اللي سميتو ميلود الشعبي. المغربي اللي تحدى الفقر الجهل وحتى الجوع باش يصنع المجد بيديه. بقى معايا حتى الاخر باش نعرفوا التفاصيل ديال القصه كامله، كيفاش هذا السيد من الفقر ومن راعي الاغنام ولا واحد من اغنى الرجال في المغرب. ميلود الشعبي تزاد في 1930 في دوار اقرموط نواحي الصويره، عايش وسط عائله فقيره. كان عنده واحد خو كيقولوا مات ليه بالجوع والله اعلم. هاد ميلود هذا فاش كان صغير كان واحد النهار كيسرح الاغنام عادي، واحد اللحظه جا واحد التيب اللي صفاها ليه لواحد النعجه. فميلود هذاك النهار كان خايف اكثر من القياس من باه، اكثر ما انه خايف من هذاك التيب اللي عاوتاني رجع ويدير ليه شي مشكل اخر. كما قلت لكم بكثرة هذا الخوف هذا ما قدرش يمشي للدار هذاك النهار. فاشنو دار؟ هرب في واحد التران مشى لمراكش، عاش تماك. كان الحلم ديالو هو انه يلقى شي خدمه هي باش يبقى عايش. المهم بقى تماك. تخيلوا معايا دري صغير ما عنده حتى شي واحد بوحدو، بلا فلوس بلا حرفه، يعني حطوا راسكم في بلاصتو وتخيلوا المعاناه اللي كان كيدوز منها. من بعد هادشي كاملو بطريقه ما قدر يخدم في البني، خدم مع واحد الشركه، بقى خدام معاهم حتى سنه 1948. يعني في هذا العام هذا كان تقريبا كان دار 18 عام. وهنا من بعد ما اكتسب واحد الخبره كبيره في مجال البناء، اسس هو واحد جوج دراري صحابو اسسوا واحد الشركه ديال البني. المهم بدا كيشري الماتيريال بشوي بشوي. بدا كيقلب على الخدامه في المدن المغربيه كاملين. يعني هو ما كانش كيدير بحال الناس الاخرين كيتسناو الفرص تجي عندهم، لا هو كان كيمشي كيقلب على الفرصه برجليه. من البناء الشعبي او ميلود الشعبي دخل لعالم الصناعه في سنه 1964. دار اول مصنع ديال السيراميك، ومن بعد ثاني كبر المشاريع ديالو ودار على ما اظن الاسمنت، الكابلات، البطاريات، المهم بزاف ديال الحوايج. ودخلت لعالم السياحه وعالم التجاره حتى هو، واسس واحد المجموعه اللي كتسمى بيانا القابضه اللي خدمت بزاف ديال المغاربه. وكان دائما كيقول ان اللي كيصبر وكيخدم بنيه الله كيجازي. كما قلت لكم دخل العالم السياحه. فما كاينش فيكم اللي ما كيعرفش موغادور، يعني هذا الاوتيل هذا اللي سميتو موغادور كاين في تقريبا في اغلب المدن المغربيه، فراه هو مولاهم. ايضا كنظن كلكم عارفين اسواق السلام حتى هو مولاهم. وواحد الحاجه اللي كان كيديرها تخيلوا معايا، كان كيمنع يدخل الخمور او لا كيتمنع الخمور في الفنادق ديالو. واخا تقريبا هذا القرار كان ممكن يدي الانهيار ديال المجال السياحي ديالو او القطاع السياحي اللي كان داخل فيه. علاش؟ كما كنعرفوا لحقاش الخمور واحد الحاجه اللي كتدخل الفلوس، يعني هو منعها ومع ذلك نجحوا ليه هاد الفنادق كاملين. فبلا ما نهضروا على الثروه ديالو اللي دار من بعد هذا الشيء كامل، يعني من راعي الاغنام الميلود الشعبي اللي كنعرفوه حاليا، فالثروه ديالو راه خياليه. حتى جات السنه اللي غادي يموت فيها ميلود الشعبي اللي هي 2016، مات تقريبا في هامبورغ في المانيا. ولكن خلى وراه واحد الامبراطوريه، واحد الاثر باقي كيعيش، مصانع، مؤسسات خيريه، وفي قلوب ملايين المغاربه. فقصه ميلود الشعبي كتقول لنا بانه ماشي البلاصه اللي تزدتي فيها هي اللي كتحدد لك المستقبل ديالك، لا. بلاصتك او البلاصه اللي كبرتي فيها ما عندها حتى شي علاقه بالمستقبل ديالك. فقط خصك تخدم على راسك وتامن براسك وكون على يقين ان الله غادي يعاونك وغادي توصل لهداك الشيء اللي بغيتي. واخا تكون راعي اليوم تقدر تولي ملياردير غدا الا ما استسلمتيش.